فيلمنا بيبدأ مع دكتور شيمرد وهو بيتكلم في اجتماع جينيسيس الفضائية، وهو بيعلن عن إمكانية الحياة في المريخ، وإن تم اختيار 6 رواد للبحث على كوكب المريخ، وإن هيتم العيش عليه لمدة 4 سنين لدراسة الحياة هناك بقيادة الرائدة سارة إلين. وبتبدأ الرحلة وبتنطلق المركبة الفضائية لكوكب المريخ، وبعد شهرين وأثناء الرحلة بتبدأ سارة بتتعب، بيبان عليها أعراض الحمل، وبيوصل الخبر لدكتور شيمرد وبيأجل قرار الرحلة لحد لما سارة تولد، وإن القرار هيتساب ليها بسبب إهمالها في الحمل، لحد لما بتوصل المريخ وبتولد سارة على كوكب المريخ وبيتولد الطفل بصحة كويسة، لحد لما سارة بتتعب وبيجيلها انخفاض في ضربات القلب وبتتعرض لسكتة قلبية وبتموت بعد ولادة الطفل مباشرة. وبيتم اجتماع في شركة جينيسيس لطريقة التعامل مع الطفل، وإن الجاذبية في المريخ هيعرض الطفل لتغيير أعضائه الداخلية، وإن القلب مش هيبقى قادر على ضخ الدم للجسم، ولو نزل الأرض مش هيقدر على الجاذبية الأرضية لأنه مولود في كوكب تاني ليه جاذبية تانية، وممكن يموت الطفل لو رجع على الأرض. وبيقترح دكتور شيمرت إنه يروح زيارة لكوكب المريخ لزيارة الطفل والإطمئنان على حالته، لكن مجلس الشركة بيرفض سفره لأنه عنده مشكلة في المخ ممكن يؤدي لموته هناك، وبيتفقوا إن يخلوا ولادة الطفل سر، وقال الشركة هتتعرض لخسارة كبيرة، والبعثة هتفضل دايما على المريخ مش 4 سنين بس. وبعد 16 سنة على كوكب المريخ بيكبر جاردن إليود، وبتكون مسؤولة عنه الرائدة اللي بتهتم بيه وبتخليه يساعد في إصلاحات المركبة الفضائية. وبيجيله رسالة من صاحبته اللي في الأرض بتقوله إن المدرسة مملة جدا وإن هي بتكرهها وناوية تنتقل بعد ما تكمل 18 سنة. ما بيكونش جاردن قايل لها إنه عايش في المريخ، وبيقول لها إنه عايش في الأرض في مكان بعيد عنها، وإنه بيعاني في نقص العظام وده السبب اللي بيخليه ما بيطلعش بره البيت. بتقفل معاه وبيروح قبر والدته سارة وبيسوق بسرعة وهو راجع وعربيته بتتقلب، لكن كاندرا بتلحقه وبتعطل العربية وبتلحق أنبوب الأكسجين بتاعه وبترجعه المحطة وبتتخانق معاه بسبب تهوره، وبتعرف إنه قدر يخرج بره المحطة عن طريق الشريحة المغناطيسية المتركبة عند قلبه. فبتقرر إنها تكلم دكتور توم ودكتور شيمرد بخصوص إن هي عايزة ترجعه الأرض، فبيوافق دكتور شيمرد على نزوله الأرض مع إن ده فيه خطر على حياته. وبتقوله كندر الخبر وبيستعد إنه يركب قطع مجهرية في كل جسم لكثافة عظامه، وبينزل جاردن الأرض وبيحس بتقل في جسمه بسبب الجاذبية الأرضية، وبيعرف إنه مش هيعرف يخرج بره غرفة العزل، فبيقرر يهرب وبيسرق لبس عامل وبيفتح الباب بالشريحة المغناطيسية بتاعته وبيهرب وبينزل يركب عربية الشركة وبينزل الشارع وهيروح ناحية تولسا صاحبته عشان هي الوحيدة اللي جاردن يعرفها على الأرض، وكندر هتجيب عنوانها عشان يروحوا يلحقوه. وبيكون وصل مدرستها، وأول لما بتشوفه تولسا بتضربه بالقلم لأنه اتخضت عليه لأنه اختفى 7 شهور، وبيقول لها إنه هو آسف وبيحاول إنه يصالحها، لكن هي بتكون زعلانة جدا وبتقوله إن عندها حصة، وبعد الحصة هتاخده معاها البيت، ولكن كندرا وشيمرد بيروحوا له هناك وبيقنعوا إنه يروح معاهم، لكن بيقول لهم إنه هيدور على والده وبيهرب منهم. وبتقدر تولسا إنها تخترق نظام عربية وتسرقها، وبتسأله عن مين اللي بيطاردوه دول، وبيقول لها إن ده دكتور شيمرد المسؤول عن رحلة المريخ اللي كان فيها، وكاندرا اللي ربته كان عايش معاهم على المريخ طول حياته، لكن تولسا بتفتكره بيكذب عليها وبيقول لها كلام مش منطقي، وبيقول لها إن كلامه حقيقي حتى لو ما صدقتهوش، بيقول لها إنه هيدور على والده حتى لو هي مش هتمشي معاه، لكن هتقوله إن هي هتساعده. هيدخلوا مطعم وبيدوروا على جهاز يسرقوه عشان يدوروا على سارة وجوزها، وبيطلع خاتم والدته وبيبحثوا عن الكلام اللي عليه، وهيلاقي معلومات إن سارة والدته اتجوزت في أريزونا، وبيقرروا إنهم يهربوا على هناك. وبيجي مكالمة لكندرا من الدكتور المسؤول عن جاردن وبتقول لها إن حصل كسور في عضلة القلب، ولو استمر بعيد ممكن يموت لأن الجسم ضعيف على الجاذبية الأرضية، وإنهم لازم يلاقوه بسرعة ويرجعوه كوكب المريخ. وبيقضوا الليل سوا، وتاني يوم الصبح هيلاقوا واحدة بتقول لهم إنهم في ملكية خاصة وإن مكان السياح على بعد 15 ميل، وبيسألوه عن المكان اللي اتجوزت فيه والدته اللي هو أريزونا وبتدلهم عليه، وبيروحوا مكتب الزواج اللي اتجوزت فيه والدته وبيسألوا الراجل عن أي معلومات عن والده، وبيلاقي العنوان بس، وبيقول لهم إن الخاتم اللي معاك نص التاني مع والدك. فبتدور تولسا عن العنوان وبتقدر إنها تحدد مكانه، وبتلاقي مكانه في كاليفورنيا. ومرة واحدة جاردن هينزف دم لكن ما بيعرفش السبب، وهيداري تعبه وهيروحوا كاليفورنيا، وهيتعب جاردن وهيغمى عليه، وبتوديه تولسا المستشفى، وهيلاقوا إن قلبه متضخم جدا وإنه في خطر، وبتقوله تولسا إنها هتدور على أبوه وتقوله قد إيه هو بيحبه،
لكن جاردن بيفوق وبيقول لها إنه هيجي معاها وإنه هو عايز يقعد على الأرض لكن الأرض مش عايزاه، وبتساعده تولسا وبيهربوا من المستشفى وبيسرقوا عربية وبيستخدموا الكريدت كارد اللي فيها، وده اللي بيساعد الشرطة وشيمرد إنهم يعرفوا مكانهم وإنهم في كاليفورنيا. وبيوصلوا المكان وبينزلوا من العربية وبيتجهوا ناحية البيت وبيقابلوا الراجل اللي كان في الصورة. بيقول له جاردن إنه ابن سارة اتولد على مركبة فضائية في المريخ وسارة ماتت بعد ما ولدته، لكن الراجل بيتضايق جدا وبيطلب لهم البوليس وبيقول لهم إنه ما يعرفهمش. وبتتخانق معاه تولسا وبتقول له إنه جاردن حاول بكل الطرق إنه يشوفه ومش لازم يكون قليل الذوق معاه وإنه مش مطلوب منه حاجة، لكن الراجل بيقول لها إن البيت ده بتاعه هو وسارة وإن أخو سارة مش جوزها. وبتلف سارة عشان تقول لجاردن لكن ما بتلاقوهوش، وبتجري عليه في البحر عشان تقوله، لكن هيقول لها انه مختارش المكان اللي اتولد فيه لكن ممكن يختار المكان اللي يموت فيه، وانه عايز يموت في المكان اللي سارة كانت بتحبه، وانه وقته خلص على الارض. بيتعب جدا جاردن وبيغمى عليه، وبيجي دكتور شيمرد هيجي ينقذه وبيسأله عن والدته، وبيقوله شيمرد انها كانت ذكية وجميلة وطيبة. بيفتح عينه جاردن وبيقول له ان هو كان حاسس ان هو والده. وبيركبوا المركبة الفضائية بسرعة وبيحاولوا يرتفعوا بيها عشان يخرجوه من الجاذبية الأرضية، لكن قائد المركبة بيرفض لأن ده بيخالف القوانين. وبيحاول شيمرد يسوق المركبة عشان ينقذ جاردن، وبينجح فعلا وبيتتحسن حالة جاردن وبيرجعوا الأرض. وبيجهز جاردن لرحلة المريخ وبيقابل كاندرا وبيقول لها إنها أحسن أم، وبيودع تولسا وبيقول لها إنها جميلة جدا، وبيروح مع والده دكتور شيمرد للمريخ. وبتفضل تولسا على تواصل مع جاردن على أمل إنها تروح له في يوم من الأيام. لو الفيلم عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الأفلام الجديدة. أشوفكم الفيلم الجاي.